السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. لجنة الأخلاقيات تستمع لدفوعات الرجاء في قضية بول فاليري. استمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية يوم أمس الثلاثاء إلى مسؤولي الرجاء الرياضي في إطار الملف المرتبط بالمهاجم بول فاليري لاعب نهضة بركان. بحسب بعض المعلومات تواصل اللجنة فحص تفاصيل الملف والاستماع إلى دفوعات مختلف الأطراف المعنية تمهيدا لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا للمقتضيات القانونية واللوائح الجاري بها العمل داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويترقب المتابعون مال هذا الملف خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة بشأن القرار التي ستتخذه لجنة الأخلاقيات، وما إذا كانت ستؤيد العقوبات السابقة الصادرة في حق اللاعب أو ستتجه نحو تشديدها بعد استكمال جميع المراحل التحقيق. وكان بول فاليري قد استوفى العقوبة الأولى التي صدرت في حقه والمتمثلة في إيقاف ل3 مباريات الموقوفة التنفيذ مع غرامة مالية بلغت 30 مليون سنتيم قبل أن يعود للمشاركة مجددا رفق نهضة بركان. سجل المهاجم عودته إلى الملاعب خلال مواجهة المغرب الفاسي، حيث تمكن من تسجيل أحد هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد. النابي يستبشر خيرا بعودة لاعب دولي مهم بالرجاء. سيسترجع نصر الدين النابي مدرب فريق الرجاء خدمات الدولي الأردني محمد أبو زريق شرارة بداية من الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التزامه مع منتخب بلادي في منافسات كأس العالم، بعدما كان غائب عن صفوف النسور الخضر خلال الفترة الماضية بسبب مشاركته مع النشامة في المونديال. وغادر المنتخب الأردني للبطولة العالمية من الدور الأول بعد هزيمته أمام النمسا في المباراة الافتتاحية، ثم السقوط مجددا أمام الجزائر ضمن الجولة الثانية. وسيخوض النشامة مباراتهم الثالثة والأخيرة أمام الأرجنتين قبل عودة أبو زريق شرارة مباشرة إلى الدار البيضاء والالتحاق بتدريب الرجاء. وتكتسي عودة أبو زريق شرارة أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب نصر الدين النابي، خصوصا مع اقتراب الفريق الأخضر من منعطف حاسم من البطولة الوطنية، حيث سبق لها أن ذكر غياب اللاعب خلال المباراة الأخيرة أمام الكودي. دفعة كبيرة للرجاء قبل قمة اتحاد يعقوب المنصور. يحل فريق الرجاء الرياضي ضيفا ثقيلا على نظير اتحاد يعقوب المنصور يوم غد الخميس على الساعة 6 مساء بالملعب الأولمبي ضمن الجولة 27 من الدوري الاحترافي. ومن المنتظر أن تشاهد صفوف فريق الرجاء في مواجهة اتحاد يعقوب المنصور مشاركة اللاعب أدم النفاتي بعد غياب قصير. وبات أمر مشاركة اللاعب النفاتي في المباراة المقبلة بيد الطاقم التقني للفريق بقيادة التونسي نصر الدين النابي. وتلقى الطاقم التقني للفريق النسور الخضر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي بمشاركة اللاعب آدم النفاتي في التدريبات الجماعية. وكان اللاعب المذكور قد تعرض لإصابة خلال مباراة الرجاء أمام اتحاد توارقة والتي حرمته من المشاركة في مباراتين الأخيرتين ضد الزمامر والنادي المكناسي من الدوري الاحترافي. بالمقابل سيغيب السنغالي عثمان ساخو على مباراة الرجاء أمام اتحاد يعقوب المنصور للحصول على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة. نصر الدين النابي يوجه تحذيرات للاعبي الرجاء. يستعد نادي الرجاء الرياضي للمقابلة المقبلة أمام اتحاد يعقوب المنصور يوم غد الخميس لحساب الدورة 27 من البطولة الوطنية. وعلمت بعض المواقع أن المدرب نصر الدين النابي وجه تحذيرات للاعبي الرجاء متمثلا في ضرورة خوض المباريات المقبلة بحماس وجدية بداية من اللقاء المقبل أمام اتحاد يعقوب المنصوري. وتابعت نفس المصادر أن الإطار التونسي درس جيدا الاتحاد يعقوب المنصوري وتعرف على أسلوب لاعبيه، الأمر الذي دفع إلى تحذير لاعبيه مشيرا لهم إلى أنه منافس قوي جدا رغم وضعه في ترتيب البطولة. وشدد المصدر أن النبي أبلغ اللاعبين بالضرورة التركيز في المباريات المقبلة كونها أمام منافسين سيبذلون كل ما لديهم من أجل الفوز وذلك لتنافسهم على البقاء في قسم الأدوار. عنصران جديدان في طاقم النابي لقيادة الرجاء. عزز التونسي نصر الدين النابي مدرب نادي الرجاء الرياضي طاقمه التقني بضم عنصرين جديدين استعدادا للمباريات الأخيرة الحاسمة في صراع اللقب على البطولة الاحترافية. وينضم كل من إلياس مزوغي وقيس مخلوف إلى طاقم تقني للرجاء
سيشغل الأول منصب مدرب الحراس المرمى، فيما سيتكلف الثاني بتحليل الأداء. وجاء انضمام الثنائي بطلب شخصي من نصر الدين النابي، الذي سبق له أن اشتغل مع إلياس مزوغي خلال تجربته السابقتين بكل من كيزر شيفز الجنوب الافريقي ويانغ افريكانز تنزانيا. وانضاف الثنائي المذكور الى المغربي البلجيكي مراد الطويل الذي يشغل منصب مساعد للنبي في تدريب الرجاء، مع الاحتفاظ بهشام ابو شروان كمساعد ثاني وشرف مازور كمعد بدني. وتعاقد نادي الرجاء في بداية يونيو الحالي مع التونسي نصر الدين النابي لتعويض الجنوب الافريقي فاضلو ديفيز الذي تم الانفصال عنه مباشرة بعد الهزيمة ضد الكوكب المراكشي في البطولة الاحترافية، إذ قاد الفريق في 3 مباريات وحقق خلالها فوزين وتعادل، جعل الفريق الأخضر يقفز إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بفرق 3 نقاط على المتصدر الجيش الملكي.